اكتشفت شيئًا، هل تعرفون ما هو؟ اكتشفت أن ناروتو ابن خال لوفي. سوف أشرح لكم قصتهم الحزينة. في زمن بعيد كان لوفي وناروتو يعيشان معًا وكأنهما توأم، لكن المشاكل العائلية أبعدتهم عن بعض. في أحد الأيام ذهبت أم لوفي مع أم ناروتو للسوق، ورأت أم لوفي فستانًا جميل لونه أصفر فأعجبها، لكن أم ناروتو قالت لها بأن اللون الأصفر لا يناسب أصحاب البشرة السمراء، ولكن أم لوفي أصرت على شرائه، وأم ناروتو قالت لها بأنها سوف تصبح مومياء إذا ارتدته. لا للعنصرية يا أم ناروتو، لا فرق بين الأسمر والأبيض، لكن أعتقد أن عقلها متوقف، لأنها أكلت الأندومي كما تقول الأمهات، أنه يسبب غباء. المهم حزنت والدة لوفي كثيرا وتشاجرت مع أم ناروتو، وعندما علم والد لوفي بأن أم ناروتو تنمرت على زوجته غضب كثيرا وذهب وتشاجر مع والد ناروتو، وحدثت مشكلة كبيرة وانقطعت علاقتهم ببيت عائلة ناروتو، وهكذا تفرق الأصدقاء بسبب هذه المشاكل التافهة. وأدرك لوفي وناروتو بأن الأقارب عقارب. طبعا هذه مقولة سمعتها من عمنا الفاضل تيك توك. المهم ما ذنب الأصدقاء؟ إنهم بلا حول ولا قوة يتفرقون بسبب مشاكل أهلهم، لكن لوفي وناروتو كانت تجمعهم روابط هيدروجينية. رغم كل تلك المشاكل هم يحبون بعضهم، وسيبقى حبهم محفورا بقلوبهم. طبعا هذه قصة من اختراعي، يجب أن أوضح ذلك مرارا وتكرارا لكي أنجو من التعليقات السيئة والمزعجة أيضا، لكنني أتحمل، إن الله مع الصابرين.